ازيكم حبايبي؟ النهارده هنكمل باقي قصتنا. مش هطول عليكم، بس طبعا مش هفكركم اشتركوا في القناة وفعلوا رمز الجرس وسموا بسم الله، ويلا بينا نبدأ قصتنا على طول. هو في يوم كنت قاعدة بذاكر لأني كان عندي حاجات كتيرة عايزة أخلصها، ولاحظت إن منى قاعدة بتسمع أغاني، فقلت لها: إيه يا بنتي، مش هتقعدي بقى تذاكري؟ في حاجات كتيرة قوي خدناها ولازم تذاكريها عشان تخلصيها. اصل بصراحة يا ملك انا مستنياكي تخلصي عشان اخد منك الملخصات اللي انت هتكتبيها، وبعد كده اقعد اذاكر على طول. يا سلام، هو ليه بقى ان شاء الله هتاخدي ملخصاتي؟ مش المفروض ان انت اللي تذاكري وتلخصي الحاجات دي لنفسك بطريقتك؟ عادي يعني يا ملك، انا بقول عشان انت خطك احسن من خطي، وبعدين انت منظمة عني. ماشي يا منى، اما اخلص الملخصات هبقى اديها لك. طب بصي يا ملك، انا هذاكر منهم على طول، انا لسه مش هقعد انقل كل ده. ليه بس يا بنتي؟ على فكرة دول مش هياخدوا وقت منك خالص، وكمان اما انت تنقليهم هيثبتوا في دماغك. لا لا لا، انا ماليش خلق ان انا اقعد انقل كل ده، انا هذاكر منهم على طول وابقى ارجعهم لك. وطبعا مش هقول لكم انا عملت ايه، هو اكيد انتوا مش مستنيين تسمعوني لان انتوا عارفين اكيد رد فعلي. طبعا ما اتكلمتش. هو في يوم قررت ان انزل اجازة عشان اشوف اهلي، اصل هم وحشوني، وهي طبعا مش هتقعد لوحدها. لقيتها بتقول نازلة معاكي، طبعا عشان العبيطة اللي بتصرف عليها مش موجودة. وفجأة اتفاجئت بيها في المحطة بتقولي: يا عيني عليك يا ملك، منى دي مش عايزة تسيبك لا في البلد ولا في القاهرة. يا ترى كمان عايزة منك ايه، وهتعمل معاكي ايه في البلد اما تسافروا؟ ده اللي هنعرفه الجزء اللي جاي، استنونا.